ليسا في الدوكيومنتري بتاعها قالت ان هي بسبب عمليه عملتها حصل لها انفكشن كبير كان ادى الى جرح كبير. كانت كل يوم بتبص له بتنهار عياط لغايه لما قررت ان هي تروح لمعالج نفسي. راحت اتفاجئت ان قضت اول 10 دقايق بس من السيشن بتتكلم عن العمليه والجرح، وبقيه السيشن كلها لقيت نفسها بتتكلم عن العلاقه السامه اللي هي كانت فيها، واللي هي كانت موعوده ان هما هتنتهي بارتباط علشان هي نفسها تخلف، ودي كانت تعتبر اخر فرصه ليها انها تخلف، لان للاسف بعدها جالها الكانسر، تاخد ادويه للاسف هي نهت فرصها في انها ممكن تخلف. اللي انتوا لازم تدركوه ان الامراض النفسيه والتعب النفسي هو اقوى بكتير من التعب الجسدي، واحيانا اصلا هو بيبقى السبب في التعب الجسدي او بيقلل مناعتنا جدا وبيخلي لو عندنا جروح ما بتقفلش اصلا. وعلشان كده بقول لكم لما تواجهوا مشكله نفسيه سبيشلي ليها علاقه بالعلاقات، مشاكل دايما بتتكرر في حياتكم بسبب الشغل بسبب شخص معين، دي رساله ليكم ان ده الوقت اللي انتوا فيه ترجعوا للجلسات علشان تتعلموا ازاي تحكموا على الناس صح، ازاي تحطوا حدود، ازاي تشوفوا ايه هي المشكله اللي خلتكم كل شويه بتجذبوا علاقه مش صحيه، شغل ما بيعوضكوش ما بيدعمكوش، ناس مش بتقدركوا، ناس بتستغلكوا. كل الحاجات دي لو حصلت هو في ناس كتيره وحشه، بس هل بالصدفه ان انا كل الناس الوحشه هي اللي دايما بقع فيها؟ اكيد مش صدفه، اكيد انا اللي عندي حاجه محتاجه اشتغل عليها علشان تبقى علاقاتي وتجاربي الجايه احسن من اللي فاتت.